معيشة زمان ماشي بحال كيما دابا، ما كان لا انترنت لا تليفون لا تلفازة. كانوا يتجمعوا ويديروا جليسات بالقانا، ينظموا فيها القواف ويوزنوا الكلام بالنهاية، وبقى كلامهم يتداول من جيل لجيل حتى لدابا. وفي هاد الحلقة نعرضوا 6 احكام والمعنى ديالها. قالوا ناس زمان اتاي العشية خير من بقرة مشوية. ومعنى هاد المثل المكانة والقيمة ديال براد اتاي عند ناس زمان. زمان اللي ما كان فيه لا تليفون لا تلفازة، كانوا يتجمعوا في العشية على براد اتاي اللي يفرق كيسانو على الحاضرين، يتجمعوا ويهضروا يضحكوا ويفوجوا. قالوا ناس زمان ضربني وبكى وسبقني وشكى. ويتقال هاد المثل على داك الانسان البحاطي اللي يتعدى ويظلم، ولما تكبر الجرة ويتجمعوا الناس يبكي ويشكي ويقول واك الحق، انا غير مظلوم ومحقور. قالوا ناس زمان يا المزوق من برا اش خبارك من الداخل. وهذا المثل كيتقال على بزاف ديال المواقف، بحال مثلا زمان بعض التجار عنده سلعة فاسدة، يا قمح يا شعير يا حمص اللي كان، كتلقى خنشة كاملة فاسدة ويدير شوية زوين من الفوق باش يخدع به الناس. او كتقال مثلا للدار اللي من برا مصبوغة ومزوقة ومن الداخل مولاتها معفونة ما تسيق ما تجفف. او تقال على بعض رجال الدين اللي قدام الجماعة ما كاين غير قال الله قال الرسول، وفي السر راه يكتب في الحجابات ويتعامل بالسحر ويفرق بين الأزواج ويشتت الخيام. قالوا ناس زمان مدح صاحبك مع الناس ولومو الراس في الراس. وهذا المثال يتقال على واحد النوع ديال البشر اللي يخليك حتى تكونوا مع الجماعة ويبقى يجبد في العيوب والأسرار ديالك باش زعما يبان واعر ويضحك فيك الغاشي. بحال هذا النوع كيكون خبيث سالي معاه العشرة وما تزيد معاه دقيقة. قالوا ناس زمان حبني محبة خوك وحاسبني حساب عدوك. وهذا المثال كيتقال على ضرورة الجمع بين المحبة والاحترام وكذلك المحاسبة. شحال من واحد يقول لا ما خاصش تكون المحاسبة، بل بالعكس إلا ما كانتش المحاسبة نهار تخاصمو يعايرك بالفضل ديالو عليك وانت تعايرو بداك الشيء اللي عطيتيه. اذا المحاسبه كتخليكم ديما تعادل باش الا وقع الخصام ما يلقى باش يعايرك او باش تعايرو، وهكا كطوال العشره. قالوا ناس زمان العوده من نهار اللي ولدات ما كلات علفها وافي وما شربات ماها صافي. مثل كيتقال على معاناة الأم الحنينة على وليداتها من تربية وتمارة وشقا ديال الدار، وتنسى راسها باش وليداتها تكبرهم بخير وعلى خير. الله يسمح لنا من الوالدين.